أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة نتكلم فيها عن أشياء عن مباراة منتخب نيجيريا والمنتخب الجزائري. ربما الكثير سمع عن خبر انسحاب منتخب نيجيريا بسبب لاعبيه الذين يطلبون مكافأة المباريات التي وعدوا بها مؤخرا. إذن لاعبي طاقم منتخب نيجيريا حدد بالانسحاب إن لم يتحصل على المكافآت الموعودة بها. إذن هذا الخبر إذا كان صحيح راح يكون في صالح المنتخب الجزائري، وإذا ما كان صحيح راح يكون تشويش في داخل الاتحادية النيجيرية، لذا سيكون شيء في صالح المنتخب الجزائري. إذن أنا توقعي لهذه النتيجة ستكون 2-0. بعد أن توقعنا هذه النتيجة ندخل سلسلة جديدة، وهي توقعات الذكاء الاصطناعية لنتيجة هذه المباراة، حيث قال شات جي بي تي إما فوز منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1، أما إذا أغلقت الجزائر الدفاعات فيمكنها الفوز بنتيجة 1-0، وقال مباراة مغلقة ونهائي قبل الأوان. ومن جهة أخرى قال لنا للشا أن المنتخب النيجيري قد يفوز بنتيجة 1-0 أو 2-1. بالإضافة إلى ذكاء اصطناعي آخر، وهو الذكاء الاصطناعي جروك، الذي توقع فوز الجزائر بنتيجة 2-1 أو 2-0 بسبب مهارة الحارس لوكا زيدان. إضافة إلى آخر ذكاء اصطناعي وهو ديبسيك، الذي لم يتوقع نتيجة المباراة، بل قال لا يمكن توقعها إلا بعد نهاية المباراة، لأنها مباراة متكافئة وصعبة لكلا المنتخبين. يعني أنا بالنسبة لي هذه المباراة ليست بتلك الصعوبة أبدا، بسبب ما كانوش خلافات. الجزائر راح تفوز، ونرى النتيجة في المباراة بإذن الله. ما ننساوش توقع للتشكيلة، واللي هي راح تكون في حراسة المرمى لوكا زيدان، على اليمين رفيق بلغالي، على اليسار ريان عيت نوري، قلبات الدفاع رامي بن سبعيني، إضافة إلى عيسى ماني. في خط الوسط لدينا كصانع ألعاب إبراهيم مازا، كوسط دفاعي لدينا اللاعب حماد عبدالله، إضافة إلى زميله رامي الزروقي. في خط الهجوم لدينا في رأس الحربة بغداد بنجاح أو بنصف بقرار، على اليمين أنيس حاج موسى، على اليسار عادل بولبينا. وفي الأخير ما تنسوش تكتبونا في التعليقات توقعاتكم لنتيجة المباراة والصلاة على نبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.